شباب سلام عليكم، كيف؟ ان شاء الله بخير الحمد لله. الله يديكم الصحة والعافية. السبت اليوم نادى داقين جرس كده ماله. سافرنا فات ما فات، انا كان مشيت خالية ولا مالية. ما عارفيني انا قاعد وين وقاعد بتعالج وين وبسوي في شنو. ما في كلام زي ده. يا شباب كيفكم؟ ان شاء الله طيبين الحمد لله بخير بارك الله فيك. يا جماعة ده شنو ده الجقلب اللي فوق الجروبات دي؟ اي جروب ونحن فوقه الفلول كاتبين برنامج. فعلنا سافرنا فات وندور فات ويا تو ما عارف فات. ده شنو ده كمان؟ ان شاء الله خير. نحن قاعدين انتم عارفين انا وين، وعارفين نحن بنرتب في شنو وبنسوي في شنو. اقبضوا على جمرتكم، اي دول مسؤول منا القدام، اي دول موقعه، اي دول في موقعه، واي دول في ترتيباته، واي دول في استعداده للعدو يعني. يخلوا كلام ده كده وده كده. اللي في بطن حرقص بقوا برقص، خلوهم هم يرقصوا براهم ويعيطوا براهم، ما تشتغلوا بهم. هاي الناس تشيد حيلة وتصمت. الصمود اهم من كل شيء. كترة الجعجع والكلام والحاجات ذات قلبنا بها. هاي معنى احنا مرارة واستقرارة قلنا يا اخوان الزول الماشي ده بيمشي ذاك الشارع فاتح، لا بنطاردوه ولا بنقرعوه نقول له ما تمشي. هاي ما المسيرة مستمرة، عشان كده المشروع ده طويل شوية. وبطبيعة الحال الثورة بيضعوها المفكرين وبنفسوها الشجعان وبدمروها الانتهازين. وهؤلاء الانتهازين الناس اللي بياخدوا فوق النشاط الهدام والنايم كده ده، المفروض يخطوا لهم حسابات يتحاسبوا. دول تجيب حاجة، جيب حاجة مؤكدة وديها للاستخبارات، بناء عليها الاستخبارات تمشي فيها. لكن انت اي دول دار تشوف لك حاجه وتنزل الميديا قاقا قاقا، ده كلام فارغ ساكت. ما في مشكله، ربنا يعينكم ان شاء الله. نحن ما دارين نتطرق الحاجات دي كتير، لكن نثبت لكم باننا نحن عندنا مواقف وعندنا مبادئ وعندنا قيم ما بتتواكب مع الحاجات دي. قصة انا ادوني ما ادوني دي ما حجه. خلي الناس تشد حيلها، ربنا يعينكم ولقدام ان شاء الله.